عرقلة أصبحت أشهر من مثيلاتها في ملاعب كرة القدم. المعرقل مصورة تلفزيونية مجرية أبت إلا أن تضيف المزيد من المعاناة على اللاجئين السوريين الهاربين، والساقط على الأرض هنا هو مدرب كرة قدم مرموق. أسامة عبد المحسن الغضب مدرب ومسؤول سابق في نادي الفتوة بدير الزور السورية، حاول مراوغة رجال حرس الحدود المجريين حاملا طفله زيد للوصول إلى أرض الأمان، غير أن مشهد عرقلته وسقوطه سرعان ما انتشر انتشار النار في الهشيم. أسامة الذي عانى الأمرين في سجون النظام السوري بعد انشقاقه ودعمه للثورة اضطر لمغادرة دير الزور هربا من انتهاكات تنظيم داعش. هذا المهاجر اعتاد على أن يصطحب ابنه إلى الملاعب لممارسة الرياضة، لأنه وهذه المرة اضطر لاصطحابه في رحلة خطرة عبر مياه المتوسط ليسقط قبل أمتار من خط النهاية. هو الآن في بودابست متطلعا للجوء يمنح زيد أملا جديدا في الحياة.